السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى إعدادي الوحدة الأولى العمليات على المجموعات. هنا هو درس كده بسيط وجميل، مفهوش أرقام أوي، مفهوش حسابات كتير، فهيبقى سهل عليك. هو هنا بيتكلم عن حاجة اسمها المجموعة، مفهوم اسمه المجموعة. المجموعة ببساطة خالص عبارة عن إيه؟ تجمع من الأشياء التي يمكن عدها، يعني تجمع من حاجات أقدر أعدها. طب ده معناه إيه؟ إن في حاجات ينفع أعدها وحاجات ما ينفعش أعدها، مجموعات ينفع أعدها ومجموعات ما ينفعش أعدها. يعني مثلا لما أجي أقول لك أرقام العدد 2027، طب مين أرقام العدد ده؟ عندك الاتنين والصفر، والاتنين مكررة خلاص والسبعة. إذا أرقام العدد 2027 هي اتنين وصفر وسبعة. طب حروف كلمة الرياضيات سهلة جدا. أول حاجة هنا أهو، الراء هنا والياء والألف والضاد والياء مكررة والألف مكررة والتاء، كل دي حروف كلمة الرياضيات. طب الفاكهة المفضلة بقى، تعالى لي هنا. هي الفاكهة ممكن تتعدى، الفاكهة ممكن تتعدى، أيوة عادي، بس هنا المفضلة، ما ممكن اللي أنا بفضلها أنت ما بتفضلهاش، ممكن اللي إحنا بنفضلها إحنا الاتنين زميلنا اللي جنبنا ما يفضلهاش. إذا الفاكهة المفضلة لا يمكن أن تكون مجموعة، أن تكون مجموعة، لأنها لا يمكن عدها. أنا ما ينفعش أعد الفاكهة المفضلة، اللي أنت بتفضله أنا ممكن ما أفضلوش. ده تعريف المجموعة. إذا المجموعة أشياء يجب أن يتم عدها، إن أنا أقدر أعدها. ده أول مفهوم عندك هنا، ومفهوم سهل جدا مفهوش أي حاجة. نخش على الشريحة التانية. هنا بيتكلم عن طرق كتابة المجموعة. إزاي بنكتب المجموعة؟ بنكتب المجموعة بطريقة اسمها السرد. أول نوع السرد، يعني بكتب الأرقام جنب بعضها بكل بساطة. يعني كده بص، افتح قوس كده أهو، مثلا واحد اتنين تلاتة، خلصت المجموعة اقفل القوس كده. طيب في طريقة تانية اسمها الصفة المميزة. ايه الصفة المميزة دي؟ هي عبارة عن صفة بتربط كل العناصر ببعضها. يعني مثلا اتكلمنا عن المجموعة دي مثلا واحد واتنين وتلاتة، فالصفة اللي بتميزهم ايه؟ إن هي كلها أعداد طبيعية، اللي هي إن يعني، وأصغر من التلاتة. خلاص فممكن أكتب كده، أسمي كل عنصر من دول سميه إكس، سميه إكس. إكس حيث النقطتين دول بيتقالوا حيث إكس، إكس ده ينتمي لمين؟ ينتمي لإن اللي هي الأعداد الطبيعية. وهنا بقى إكس أكبر من إكس، قصدي أقل من كام؟ أقل من أو يساوي تلاتة. تاني أهي، إكس ده اسم العنصر، يعني اسم أي عنصر من دول، حيث إكس موجودة في إن، إكس موجودة في إن، وإكس أقل من أو يساوي تلاتة. طب يجي حد يقول لي أنا مش فاهم إزاي معنى الكلام ده. بص، كأني بكتب بعرف حد، كأني بعرف حد. يعني مثلا الحد ده اسمه، الشخص ده اسمه إكس. طب إكس ده موجود فين؟ موجود في شارع اسمه إن، شارع كبير اسمه إن. طيب موجود في أنهي بيت؟ البيت اللي هو أقل من أو يساوي تلاتة. يبقى ده معناه من إن أنا شغال من أول ال الصفر لحد التلاتة. يبقى أنا إذا لازم أقول اسم المكان، اسم العنصر. طبعا أنت ممكن تسميه واي زد أي حاجة. هنا لازم اسم المكان اللي إحنا فيه، أو اسم المجموعة بقى لما نتكلم في الرياضة، اللي هو هنا إن، وهنا أقل حاجة هنا إكس أقل من أو يساوي تلاتة. هتيجي في المسائل الجاية طبعا. شكل فين ده شكل جميل جدا بقى، اللي هو الشكل التالت، اللي هو المجموعة. إن أنا بروح مثلا لو عايز أتكلم عن دي، هعمل كده كده أهو، دايرة كده، واكتب واحد اتنين تلاتة، ده اسم شكل فين، وهيجي في المسائل الجاية طبعا. طيب نشوف بعد كده. مثلا عبر عن مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من أو يساوي خمسة ب... اللي هي بالطرق كتابة المجموعة. طيب ماشي، لو هنكتبها سرد، لو السرد تبقى ازاي؟ هنفتح قوس كده، قوسين كده. الأعداد الطبيعية بدايتها مين؟ بدايتها صفر. طيب هو عايز أقل من أو تساوي خمسة،
يبقى أنا هقول 1 2 3 4 5. دي كده السرد أهو. طيب التانية الصفة المميزة. طب إيه الصفة اللي بتميزهم؟ إن هم كلهم أعداد طبيعية، يعني ينتموا لمين؟ ينتموا لN. أعداد طبيعية وكلهم أقل من 5، أقل من أو تساوي 5. خلاص يبقى أنا هعمل كده نفس الطريقة. هسميه أي حرف، هسميه واي. النقطتين دول معناهم حيث. واي موجودة في أنهي شارع؟ موجودة في شارع اسمه إن. طبعا مش بنقولها بالطريقة دي، أنا بس بحاول أقربها لك. إكس ينتمي لإن، واي ينتمي لإن. الشكل ده اسمه ينتمي، هنعرفه كمان شوية. نعمل فاصلة كده، نقول بقى الصفة بتاعتهم. واي دي، واي دي موجودة في إن لحد كام؟ لحد ال5. يبقى أكتب واي أقل من أو يساوي 5. طب آخر حاجة خالص، شكل فين. شكل فين بكل بساطة. اعمل دايرة كده حلوة كده أهي. اكتب هنا الأرقام بتاعتها من جوه: 1 2 3 4 5. طب أنت بقى حبيت تكمل جميلك قوي، طبعا حط الصفر، نسينا الصفر. حبيت تعمل بقى شغل عالي، اعمل مربع كبير كده أهو، واكتب في المربع ده بقى إيه؟ إن. كأن بص كل المربع ده هو الأعداد الطبيعية، بس المجموعة اللي هي اسمها واي دي، المجموعة دي اللي جوه هي الأعداد من 0 ل5. طيب نخش على الشريحة اللي بعد كده. أنواع المجموعات. مجموعة منتهية. منتهية يعني إيه؟ يعني لها بداية ونهاية. يعني مثلا 1 2 3، بدايتها 1 نهايتها 3. طيب في حاجة اسمها مجموعة غير منتهية. زي مين؟ زي إن اللي بنتكلم عنها دي. إن وزد. هتاخد بعد كده كمان شوية حاجة اسمها كيو. المهم إن وزد. إن مثلا اللي هي الأعداد الطبيعية، اللي هي مين؟ 0 1 2 3 4 وهكذا 5. شوف بقى الحتة الجاية دي، نعمل نقط كده. النقط دي مش معناها إن أنا مش عارف اللي جاي، لأ، معناها إن إحنا مكملين 6 7 8 9 10 11 12 وهكذا. دي اسمها مجموعة غير منتهية. طيب في حاجة اسمها المجموعة الخالية. المجموعة الخالية دي اللي هي فاضية من جوه، اسمها قوسين فاضيين كده، أو بالشكل ده، ده اسمه فاي. طيب بعد كده في مفهوم اسمه الاحتواء. جزئية وينتمي. بص بقى، نستخدم جزئية دي لو مجموعات مع بعضها. طب نستخدم ينتمي لو عنصر ومجموعة. هقول لك ازاي. مثلا المجموعة 1 و2 نقط، المجموعة 1 و2 و3. طب السؤال هنا، هل المجموعة 1 و2 دي كلها موجودة في 1 و2 و3؟ تعال نبص كده. الواحد موجود اهو. الواحد موجود هنا وموجود برضه هنا. طب الاتنين موجودة هنا. إذا المجموعة دي كلها جزئية من 1 و2 و3. طيب المجموعة 5 و1 هل جزئية من 1؟ طب تعالى كده نشوف. الواحد موجود هنا، لكن ال5 موجودة هنا. هل موجودة هنا؟ مش موجودة. يبقى أقول كده ليست جزئية. خد بالك بقى من النقطة دي، القانون ده مهم جدا. عدد المجموعات الجزئية من أي مجموعة بيساوي 2 أس n. n دي عدد العناصر. 2 وعلى n كده من فوق 2 أس n، وn دي عدد العناصر. يعني إيه مثلا؟ بص بقى هقول لك. مثلا جيت قلت لك مثلا المجموعة 2 و3 و4. تمام. عدد المجموعات الجزئية بيساوي دول كم عنصر؟ 1 2 3. بكتب 3 وهنا قلنا 1 2 3. 3 صح 3 أس كام؟ أس 3. طيب اللي هو بيساوي كام؟ 27. إذا أنا ممكن أطلع 27 مجموعة جزئية من المجموعة دي. طيب مين بقى المجموعات دي؟ تعالى كده نكتبها بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة
المجموعة 2، المجموعة 3، المجموعة 4، كل رقم لوحده، بعد كده كل رقمين، المجموعة 2 و3. بس استنى، أنا غلطت غلطة رهيبة، القانون هنا 2 أس إن، شفت بقى؟ برضه قاعد أقول الرقم كبير جدا، بس مش مشكلة. هنا الرقم 2 أس إن، دايما 2 دي ثابتة، 2 أس إن يطلع كام؟ 2 أس إن دي اللي هي 8 مش 27 طبعا، خد بالكم من الغلطة دي، 2 أس إن اللي هي 8. طب نكمل، المجموعة 2 والمجموعة 3 والمجموعة 4، بعد كده 2 و3، بعد كده 2 و4، بعد كده 2 و3، 2 و4، بعد كده المجموعة نفسها 2 و3 و4. طيب كده كام؟ 1 2 3 4 5 6. طيب في واحدة تانية ناقصة، المجموعة الخالية نفسها اللي هي فاي، جزئية من أي مجموعة، كده في واحدة تانية ناقصة، 2 و3 و4، وبعد كده 2 و3، وبعد كده 2 و4. ناقص المجموعة 3 و4. الموضوع سهل جدا اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مجموعات. طبعا خد بالك من الغلطة اللي أنا غلطتها، 2 أس 3، 2 ده رقم في كل المسائل ثابت. طيب نكمل، تساوي مجموعتين، بتكون كل العناصر المشتركة موجودة بين المجموعتين. يعني أنا لما أقول لك المجموعة واي وخمسة تساوي المجموعة 7 وإكس، يبقى افهم كده إن كل اللي هنا موجودين هنا. طب تعالى نفسر بالراحة كده، يعني الخمسة موجودة هنا، يبقى أكيد الخمسة موجودة هنا، يبقى بالمنطق كده إكس بخمسة، يبقى على طول كده ممكن أقول له هنا على طول كده إكس بتساوي 5. يعني أنا ممكن أكتب هنا كده 5. طيب هنا السبعة موجودة هنا، يبقى أكيد موجودة هنا، يبقى على طول واي تساوي 7، يبقى دي كده 7. مثلا تعالى هنا، المجموعة 13 وواي تساوي المجموعة إكس زائد واي و9. طب ده معناه إيه؟ على طول خد الرقم اللي هنا، الرقم اللي هنا لو مش موجود هنا حطه كده كده، حطه مع مع الحرف، يعني كأني هقول كده إكس زائد واي يساوي مين؟ 13. حلو قوي. طب الرقم اللي هنا ده حطه كده هنا مع مع الحرف، الحرف اللي هنا مين؟ واي، يبقى إذا واي تساوي 9. طب حلو كده، أنا جبت الواي ب9. خلاص حلو قوي. تعالى المعادلة دي كده نكمل عليها، هشيل الواي واحط مكانها 9، يبقى أنا هقول إكس زائد 9 بيساوي 13، يبقى على طول إكس بكام؟ إكس بتساوي 4. يبقى إذا واي بتسعة وإكس ب4. طيب سؤال بعد كده تاني، عمليات على المجموعات. بص بقى، هما حاجتين، الاتحاد والتقاطع. الاتحاد ده كل العناصر اللي في إكس وكل العناصر اللي في واي. طب التقاطع العناصر المشتركة فقط. طب هنعمل مثال عليها، مثلا إيه بتساوي مثلا 1 و2 و3، بي بتساوي مثلا 2 و3 و4. مثال بسيط جدا اهو. طيب جيت قلت لك اوجد A اتحاد B، العلامة اللي فوق دي اسمها اتحاد. شوف بقى هتعمل ايه، افتح قوس كده، اكتب كل عناصر A، 1 2 3. تعالى بقى على عناصر B، اكتب كل العناصر، بس اللي هتلاقيه مكرر ما يكتبوش. يعني الاتنين موجودة هنا وموجودة هنا، خلاص ما نكتبهاش. التلاتة موجودة هنا وموجودة هنا برضه، خلاص ما نكتبهاش. الأربعة بقى موجودة هنا اهي، بس مش موجودة هنا، يبقى نكتبها، ده اسم الاتحاد. طيب نفس الكلام، ايه تقاطع بي؟ ايه تقاطع بي؟ ده العناصر المشتركة فقط، يعني المكرر بقى. يعني بص، الواحد الواحد اهو، هل موجود هنا؟ لا، مش عايزين. الاتنين موجودة هنا، اكتب الاتنين اهي. طب التلاتة اهي، هل موجودة هنا؟ اهي، اكتب التلاتة. طيب بس كده، يبقى ده اسمه الاتحاد والتقاطع، العلامة دي اللي هي اسمها تقاطع. كلام سهل جدا مفيهوش أي حاجة. طيب بس كده، السؤال الأخير بقى، جيت قلت لك A بتساوي 0 و5، B بتساوي المجموعة X حيث X ينتمي ل N،
وإكس أقل من 2. اوجد إيه اتحاد بي، إيه تقاطع بي اتحاد بي، وعدد المجموعات الجزئية من إيه. طيب تعالى كده، أنا أحب التفصيل بكل بساطة. إيه بتساوي صفر من صفر، صفر وخمسة بس. طيب بي بتساوي، هناخد بالك مش من صفر لخمسة، هي صفر وخمسة. بي بتساوي إكس حيث إكس ينتمي لإن، يعني بدايتي من صفر، وإكس أقل من اتنين. يعني أنا بتكلم في الصفر والواحد بس كده، الاتنين مش معانا، لأن هنا قال أقل من اتنين، ما قالش أقل من أو يساوي اتنين. طيب حدد الاتحاد، سهلة جدا. أقول له إيه اتحاد بي بيساوي، اكتب الصفر والخمسة بتوع إيه الأول، بتوع المجموعة دي اكتبهم هنا الأول كده. بعد كده الصفر موجود هنا، الواحد كتبناه لسه، يبقى اكتب الواحد. طب نخش على التاني، ايه تقاطع بي. التقاطع هو العناصر المشتركة، يعني ايه، صفر اهو وصفر اهو، يبقى موجود اكتب. طب الخمسة مكررة مش مكررة، بس خلاص خلصت على كده. عايز عدد المجموعات الجزئية من ايه، بقول له كده عدد المجموعات الجزئية من ايه بيساوي، القانون اهو، 2 أس n. طب حلو، 2 دي ثابتة، ال n دي اللي هي عدد عناصر ايه. طب ايه كام عنصر، عنصرين، يبقى 2 أس 2 اللي هي بيساوي 4. طيب سؤال أخير بقى، تطبيق على الدرس. مثلا 5 و2، A بتساوي 5 و2 و3 و7، B بتساوي 4 و5 و7، C بتساوي 7 و2. هو هنا السؤال اوجد ايه تقاطع B تقاطع C. سهلة جدا، ايه تقاطع B تقاطع C، سهلة جدا. كل ما في الأمر شوف اللي موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا في نفس الوقت، مين؟ بص كده هتلاقي مين السبعة اهي، هنا وهنا وهنا، يبقى 7. طب ايه اتحاد B اتحاد C اهي، ايه اتحاد B اتحاد C بيساوي، اكتب الايه كلها، 5 و2 و3 و7. البي اكتب اللي لسه ما اتكتبش من بي، يعني الأربعة لسه ما اتكتبتش، الخمسة اتكتبت لسه، الخمسة اتكتبت والسبعة اتكتبت. طيب خش على السي، مين اللي ما اتكتبش؟ السبعة والاتنين اتكتبوا خلاص، إذا نقفل الاتحاد على كده. طب عايز ايه اتحاد بي تقاطع السي، ايه اتحاد بي تقاطع السي، يبقى لازم الأول أجيب اتحاد بي. مين اتحاد بي ده؟ اتحاد بي أهو، اللي هو 5 و2 و3 و7، وعليهم مين بقى؟ وعليهم الأربعة، لأن الخمسة والسبعة مكررين. طب تقاطع السي، مين السي؟ اللي هي 7 و2، 7 و2 يعني نكتبها كده اهي، 5 و2 و5 و3 و7 و4. تقاطع السي اللي هي مين بقى؟ 7 و2. طيب ده بيساوي بص بقى، 7 اهي موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى 7، والاتنين موجودة هنا وموجودة هنا، بس كده، يبقى خلصت المسألة على كده.